بعد 20 عاما من دخول الجيش الأمريكي للعراق، قصور الرئيس السابق صدام حسين مهجورة وشبه مدمرة، فيما تغيب جهود الترميم لإعادة الاستفادة من هذه المباني العملاقة التي شهدت حقبة هامة في تاريخ البلاد. من هنا كان يعبر صدام حسين الرئيس العراقي السابق مختالا بأحد قصوره التي تحمل جدرانها حروف اسمه الأولى كعلامة تجارية عالمية مسجلة للنخبة فقط. الكثير من المحافظات تم إنشاء بها القصور، وهناك قصور أيضا لم يتم الإعلان عنها كما نسمع في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير. فمن هنا ممكن أن نحدث أن الموصل بمجمعها الرئاسي تمتلك قرابة 7 قصور رئاسية. هذه الحروف التي بقيت الشاهد الوحيد على تلك الحقبة التي أكل الدهر عليها وشرب. قصر البحيرة، أو ما تبقى من قصر البحيرة في الموصل، والذي سمي على اسم بحيرة اصطناعية لم تعد موجودة كمن طلب إنشاءها. في هذه الغرف المصممة بتفرد كانت تعقد جلسات مغلقة بأحكام، وتخرج من فم السياسيين أسرار وخطط بصوت خافت، فللجدران آذان كما يقول أحد الأمثال الشعبية باللغة العامية. وعقلية صدام ونظامه كانت عقلية استخباراتية بحتة. قصر بابل شبه المدمر حولته واشنطن لقاعدة أمريكية خلال عام 2003 ليتعرض لاحقا لقصف داعشي، أما اليوم فيستخدم جزء منه لخدمة إحدى الجامعات العراقية. تحذيرات اليونسكو تتعالى، فمباني بابل جميعها جزء من تاريخ العراق الذي لا يجب أن يندثر مع ازدياد الإهمال وتغير اللاعبين السياسيين على أرض البلاد. طبعا القصر تعرض لعدة عمليات قصف وتدمير، بالإضافة إلى عمليات نهب وسلب خلال عام 2003. اليوم يتم إعادة ترميمه بطريقة جديدة من قبل إدارة جامعة الموصل. تحت هذه القباب عقد صدام حسين اتفاقياته بسرور، وبعد 20 عاما زال النفوذ وحتى القصور. هلال علي، الحدث.